تخيل كده بعد 20 سنة من الغياب بطلنا اوديسوس راجع لبلده ايساكا، بس مش راجع يلاقي الترحيب والدفى اللي كان بيحلم بيه. بلده اتغيرت ومراته بينيلوب محبوسة وسط ناس طماعين عايزين يتجوزوها وياخدوا العرش. بيبدأ الفيلم وبنشوف ان في شخص غريب وصل جزيرة ايساكا وبيبقى فاقد للوعي، وعلى الناحية التانية بنشوف ان ايومياس واحد من العبيد في الجزيرة وبيبقى بيربي الحيوانات وبيدي الخنزير الصغير للحارس، لكن الحارس بيقوله يجيب تاني، وبيبقى القرية في حالة من الفقر الشديد. وبينزل الامير تلميكيوس، ولما بيشوف الرجالة في القرية وبيطلبوا منه يعرف والدته هتختار مين يبقى جوزها بدل ابوه اوديسوس اللي اختفى من زمان، لكن بيروح انطونيوس يقول لها انه هيفضل يحميه لو اقنع والدته تختاره هو. وبيروح الامير لوالدته وبيسألها ليه ما اختارتش واحد من رجالة الجزيرة لحد دلوقتي، فبتقوله انها بتعمل كفن جده ولما تخلصوا هتبقى تختار. وبيفوق الشخص الغريب ده وبيبقى ده اوديسوس، وبيفضل يزحف للجزيرة، لكنه بيقابل في طريقه ايومياس واللي بياخده معاه بيته وبيهتم بيه. وبنشوف ان الملكة بتنزل في السر كل يوم لمكنة الغزل بتاعتها وبتدمر اللي عملته طول اليوم. بيفوق اوديسوس تاني يوم وبيسأل ايوماس عن اللي حصل في الجزيرة، وبيحكي له ان بعد غياب الملك حاول ناس كتيرة انهم يخطبوا الملكة عشان يسيطروا على الجزيرة، لكنها رفضت بحجة خياطة الكفن للجد، وده عشان منتظر عودة زوجها. وبيروح الامير لجده الراجل الكبير في السن واللي مش بيبقى فاكر اي حاجة خالص، وبيقوله انه عايز يسيب الجزيرة ويروح يدور على والده ويتأكد اذا كان عايش ولا لا. ولما بترجع الملكة في يوم لغرفتها بالليل بعد ما دمرت الخياطة بيسألها ابنها كانت فين، وبيبدأ يتخانق معاها، وبياخد قرار في الوقت ده انه يسيب الجزيرة ويبدأ في البحث عن والده اوديسوس. وبتروح الملكة لأنطونيوس وبتطلب منه انه يبحث عن ابنها مقابل انها تتجوزه، وبيوافق. وبيروح أنطونيوس للجماعة بتاعته وبيأمرهم يدوروا على الأمير في كل حتة، ولما يلاقوه يقتلوه. وبيبدأوا البحث من عند الجد، ولكن المفاجأة انه بيكون مات. وبيروح واحد من خدم الملكة وبيقول لها ان الجد مات وانها لازم تتجوز عشان تحمي نفسها من أنطونيوس واللي زيه، فبترفض. وبيوصل خبر موت الجد لأوديسوس وبيبقى عايز يحضر جنازته. وفي مراسم الدفن الجد بيبقى الكل مستني ان الملكة تقول عن الراجل اللي اختارته، بما ان الجد مات والكفن بقى ملوش لازمة، فبتقول لهم انها تكمل الكفن ويبقى هو فستان الزفاف وعايزة شوية وقت تاني. ولأن أوديسوس بيبقى سامع الحوار كله بيطلب من ايومياس انه يوديه القصر، وتاني يوم بيروحوا القصر وبيشوف ايومياس واوديسوس ان القصر بقى مقر للحفلات فقط. وبياخد اوديسوس طبق فاضي وبيروح لكل الحراس والخدم اللي هناك وبيطلب منهم اكل، لانه خدم في معركة طروادة وانه محارب قديم محدش بيعبره. ولكن في واحد منهم بيشاور له على أنطونيوس وبيقول له انه هيديله الاكل علشان ما يعملوش ازعاج، وانه بيدور يتجوز من الملكة. فبيروح لأوديسوس ولما بيطلب منه الاكل بيرفض أنطونيوس وبيطلب له الحراس يخرجوه بره. ولكن في واحد من الخدم بيقول انه ممكن يقاتل الحارس اللي قدامه عشان مجرد يسلينا. وبينجح أوديسوس انه يضرب الحارس اول مرة، لكن الحارس بيوقعه على الارض، وقبل ما يضربه بيكعبله أوديسوس وبيوقع الحارس على دماغه وبيموت. وبيعرض عليه واحد من الامراء انه يبقى خادم عنده، وبيبقى ايوماس اتأكد ان الشخص ده يبقى أوديسوس، وبيطلب منه ينسى حرب طروادة ويفكر في الحرب اللي في بلده. وبيفضل أوديسوس في القصر لحد بالليل، وبتشوفه الملكة وبتسأله عن جوزها بما انه حارب معاه في طروادة، فبينكر انه يعرف عنه حاجة وانه ممكن يكون خايف يرجع لانه فقط الجيش كله. فبتسأله مراته اذا كان في اي امل انه يرجع وانه مجهودها ما يكونش راح على الفاضي، وان بسبب اختفاء جوزها ابنها بيكرهها. وبتسأله هل تتجوز وتنهي المسألة، لكنه مش بيرد وبتسيبه وتروح غرفة الخياطة وبتقطع كل اللي خيطته الصبح وهي منهارة من العياط. ولما بتروح والدة أوديسوس عشان تهتم بيه بتلاقي علامة على جسمه وبتعرف انه رجع، وبيمنحها أوديسوس انها تقول للملكة لحد ما يجي الوقت المناسب اللي هيقول لها فيه. وبيرجع المركب بتاع الأمير وبيروح لوالدته وبيقول لها انه راح المدينة وعرف منها ان والده هرب على جزيرة مع ست تانية وانه مش هيرجع. فبتطلب منه والدته
انه يروح لإيومياس، وبنشوف ان اوديسوس عايز يهرب من الجزيرة، ولكن إيومياس بيمنعه وبيقول له انه شعبه محتاجه، وانه لو كان حر كان هيحارب عشان شعبه. وبيوصل في الوقت ده الامير، وعلى الناحية التانية بيبقى أنطونيوس بيجمع المحاربين وبيأمرهم انهم يبحثوا عن الامير ويقتلوه، وبيبدأوا بالصيادين اللي راح معاهم الامير، ولكنهم بيرفضوا يساعدوهم، فبيدمر لهم أنطونيوس البيوت بتاعتهم، وبيكملوا بحث في كل البيوت ولكن من غير فايدة. وبيبقى الامير مع اوديسوس وبيحاول يعرف الامير منه شكل والده، ولكن اوديسوس مش بيرد عليه. ولما بيحس اوديسوس ان في حراس بتقرب عليهم بيحاول يخبي ابنه ويبعدوا عنهم، وبيروح لهم وبيقتلهم بكل سهولة، وبيرجع للأمير وبيعرفه إنه يبقى أوديسوس وإنه يبقى والده. وفي الوقت ده بتكون مجموعات كبيرة بتدور على الأمير عشان تقتله، وبينجح أوديسوس إنه ياخد ابنه وإيومياس وكم واحد من أتباعه لمكان بعيد عنهم، وبتفشل الكلاب إنها تلاقي أي أثر ليهم، وبيرجعوا الحراس للقصر كلهم. وبيتكلم أوديسوس مع ابنه وبيقول له إنه فشل يسيطر على القصر من بعده، وانه حارب في طروادة عشان يحميهم. فبيقول له ابنه ان لو كان ابوه ما كانش هيرجع لوحده من غير الجيش بتاعه. وفي القصر بتحاول الملكة انها تدمر الخيط بنفسها، لكن بيجي أنطونيوس وبيعرف اللي هي بتعمله، وبيقول لها ان هي لازم تختار بكرة الراجل اللي هيتجوزها، وانه مش مسؤول عن رعاية ابنها. وبيوصل الخبر للامير واوديسوس، وبيسألوا الامير هيعمل ايه عشان يحمي الملكة بعد انتظارها طول السنين دي، وبيسيبوا الامير وبيمشي. وفي القصر بنشوف ان الملكة طلبت من الحراس مسابقة عبارة عن انهم يعملوا خط من رؤوس الفاس، ومش بيفهم حد من القصر السبب، وبيحضر كل الامراء. وبعد لحظات بيوصل الامير وبيقعد وسط الناس يتفرج، ولما بتخرج الملكة بتقول ان الاختيار كان صعب. وقبل ما تكمل كلامها بيوصل اوديسوس، وبيبقى الكل عايزه يطلع بره، لكن الملكة بتقول لهم انه ضيفها وممكن يحضر عادي. وبيفتح الخدم الصندوق بتاع الملكة وبيبقى فيه القوس بتاع اوديسوس، وبتقول لهم ان اوديسوس استخدم القوس ده وضرب سهم واخترق بيه 12 فاس من غير ما يلمس ولا واحد، وان اللي هينجح في كده هيبقى زوجها، وان لو جوزها المستقبلي رفض هيبقى اقل قيمة من اوديسوس. وبيطلع واحد منهم وبيحاول انه يتني القوس عشان يقدر يستخدمه، لكنه بيفشل اصلا، فبيتطوع واحد تاني، ولكن المرة دي بيبقى اقوى وبيبقى باين ان عنده خبرة. وبتخاف الملكة انه ينجح ولكنه بيفشل، وبيغضب أنطونيوس وبيقول انها خدعة من الملكة، وان القوس محدش استخدمه من سنين، وان حتى اوديسوس هيفشل انه يستخدمه. فبيقول الامير انه هيشترك في المسابقة، وبيحاول انه يستخدم القوس فبيسمحوا له، ولكن قبل ما يحاول بيتدخل اوديسوس وبيستأذنهم انه يجرب حظه. وبيروح للملكة وبيقول لها لو نجح هل هتقبل بيه، فبتوافق. وبياخد اوديسوس القوس وبيروح بيه على النار عشان يسخن الخشب ويتمدد، وبعدها يقدر انه يتني القوس، وكمان بيستعد لانه يرمي السهم. وبيشوف الكل انه محارب خطير، وبيقدر يحقق اوديسوس الشرط وبيعدي السهم من الفؤوس من غير ما يلمس ولا واحد فيهم. فبيطلب منه الحراس يمشي بدل ما يقتلوه، وبيستخدم اوديسوس مهارته في رمي السهام، وبيبدأ يقتل فيهم واحد ورا التاني. وبتهرب الملكة من المكان، وبيكون اوديسوس وابنه بيقتلوا كل الحراس والامراء في المكان لوحدهم. وبترجع الملكة وبيكون الكل مات ما عدا أنطونيوس، واللي بيبقى مش عارف ليه ما اختارتهوش، وبيسلم نفسه للامير يقتله، لكنه مش بيهتم وبيقتله. وبيكلم والدته بعد كده انه عايز يسيب الجزيرة عشان يتعلم ويبقى محارب اقوى، فبتوافق وبتسيبه يمشي. وبيقول لها اوديسوس انه هيرجع لما يفهم سبب يعيش عشانه. وبيروح اوديسوس لغرفته الخاصة واللي كانت الملكة مخبياها لحد ما يرجع، وبيقربوا من بعض اكتر. وبتقول له مراته انها متقبلاه زي ما هو، لكن لازم يقول لها على كل اللي حصل معاه في المعركة، وانهم هيعيشوا ويموتوا مع بعض. ولهنا بتخلص حلقتنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة عشان تتابع كل الملخصات الجديدة. وبالمناسبة لو عندك مسلسل حابب نلخصه اكتبوا لنا في التعليقات. شكرا لكم على المتابعة، ونشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.